انا لميت الكميه دول اتنين في مثلا 4 معالق ميه. هتبتدي بصوا هو مش هيدوب قوي، انا عايزه الذرات اللي موجوده دي. مشكله الفيران دي مشكله كلنا بنعاني منها دلوقتي، حتى لما بتدور على سم للفيران او حاجه تكون امنه لاطفالك. طبعا سم الفيران ده انا ما بدخلوش بيتي، وكل اسره فيها اطفال او حتى كبار احنا بنخاف من حاجه اسمها سم فيران. فهتعملي ايه حبيبه قلبي؟ يعني انا جربت اللصقه السحريه، جربناها طبعا، واللي هي ب 25 جنيه دي، حتى ما بتمسكش الا فار صغنن قد كده ممكن يجري منه، لان كميه اللزق اللي في اللزقه ما بتبقاش كويسه. طيب جربت كمان المصايد، لو دخل فيها واحد حتى الفار بقى يعني حاجه ذكيه جدا، هو ذكي جدا. لو من الريحه كمان بيعرف لو فار دخل فيها قبل كده ما بيخشش فيها. يبقى انت هتشتري مصيده وتترمي على كده مره واحده فقط لا غير. طيب نعمل ايه؟ انا واحده عانيت من مشكله الفئران دي جدا جدا، وخفت من حاجه اسمها سم الفئران. في حاجات، كان في حبوب كده، حبوب معالجه اسمها رانتكس سبيد او حاجه زي كده، ما بقتش موجوده في السوق. سالت على حاجات على امازون او اونلاين، حاجه تكون امنه برضو ما فيهاش امان سيفتي 100%. هقول لكم على حاجه حلوه جدا بحثت عليها، حاجه لا تتوقعوها، وفعلا جربتها على يعني شخصيا، عملت حاجه يعني فوق الوصف، حاجه ما كنتش متوقعه. يعني مثلا البنادول، بصوا البنادول، عارفين البنادول في حاجه فيها باراسيتامول. الباراسيتامول ده بيبقى بيشتغل على الكبد بتاع الفئران، فما بيستحملش، فبيجيله زي نزيف في الكبد وبيموت. تمام، انت تاخدي قرص واحد زي ده، ها، هيبهدلك الدنيا، هيدمر لك اي فار عندك. طب انا عندي فار واحد، لو عندك فار واحد بتمسكي البنادول ده، او هتعملي اللي انا هقولك عليه ده بكيس بلاستيك، بيخاف، يبقى ذكي عندك. لو عندك مثلا بدروم او شقه سايباها بقالك فتره، عادي امسكيه واستعمليه، بس تكوني قبلها منفضيه اي حاجه اكل عندك. لازما ايه يعني ايه تجوعيهم. لو انا كان عندي شقه فاضيه ودخلت لقيتها معبيه فران. طيب هتعملي ايه؟ ده بنادول، شوفوا بنادول عادي، الشريط مش عارفه ب20 او ب30 جنيه. طبعا دلوقتي هو كان ب10 جنيه الشريط. بصوا بنادول اكسترا، هتجيبيه هيقعد قرص واحد هيموت لك اي فرع عندك. تمام، عندك كميه حطي قرصين. بصوا الكميه دي كبيره، انا عايزه مثلا ايه 5 معالق ميه. تمام، 5 معالق اهم. بصوا حبه صغننين جدا. هتجيبي البنادول ده. عندك عيش، هما بيحبوا العيش، بيحبوا الرنجه، بيحبوا الطماطم. لو عندك راس رنجه، انا دلوقتي ممكن عيش فينو، العيش فينو لو عندك احسن من العيش البلدي. انا عندي عيش بلدي. طبعا هتاخدي كميه جزء صغنن جدا، هتقصيه كده بالمنظر ده. بصي حضرتك بالمنظر ده اهو، وتحطي جزيئات صغيره جدا، ما تحطيش كميه كبيره عشان يتركز فيها الايه الدواء ده. امن يا جماعه، عندك اطفال يعني انت تعمليه كوقايه حتى. تمام، واقول لك ازاي بعد ما تخلصي منهم تعملي ايه. بصوا حاجات صغننه جدا كده. ماشي، هتعملي ايه في البنادول ده؟ ممكن نحط قرصين كمان عشان يبقى مركز. يعني مثلا ممكن تعملي على يومين. الجرعات المتفاوته ليه بتبهدلهولك وبتخليه حتى يهرب من البيت. ماشي، هنحط كمان قرص. يعني انا كنت حاطه قرص، تاني يوم حطي قرصين. الجرعات اللي مش ثابته ليه، او فهماني، الجرعات اللي مش ثابته ليه، يعني انت حاطه لي جرعه قليله مثلا قرص، حطي قرصين، هيدمر لك اي فران عندك بكميه، حتى لو عندك 100 فار. تمام، اعزنا الله واياكم. طب هتعملي ايه؟ اي حاجه كده تطحنيها كده بالراحه، على بص كوبايه ميه قد ايه، يعني تمن كوبايه ميه، فهماني، اقل من ربع، تلت تمن، يعني حاولي ايه تخليه ايه مركز، جرعات عاليه او جرعات ايه مختلفه. اعملي يومين ورا بعض، صدقيني من اول مره ياكلها بصي ساعة واحدة تشمي ريحة الفار مات على طول. بصوا هتطحنيه بالمنظر ده. بصي بقى عندك طماطمايه، ممكن انتي في كبة ولا حاجة، هو آمن، ده بنادول عادي يا حبايبي، فسهل جدا تحطيه في الكبة تفرميه. انا دلوقتي انا بوريكم انا عملت ايه. هناخد ده كله بالمنظر ده وتحطيه في كوباية كده. طبعا تطحنيه اكتر من كده، بس انا عشان ايه مش مالكة عشان التصوير. بصوا بصي ده ازاي في ثواني اهو، تاخدي كل الكميه كده. انا لميت الكميه دول اتنين في مثلا 4 معالق ميه. هتبتدي بصوا هو مش هيدوب قوي، انا عايزه الذرات اللي موجوده دي. ماشي،
هتحطي فيها الايه، اللقيمات دي او حته العيش، فتيتات العيش دي، وتحاولي تشبعيها بيها. بصوا تشبع بيها، ويبقى عليها بصوا فتات صغير كده، وتسيبيه على جنب كده. تمام. هما بيحبوا بصوا العيش بيبقى ايه، اكن فيه لبن، بس هو مش لبن. بصوا مبلول، عيش مبلول. طيب انا ما عنديش مثلا، انا هعمله دلوقتي وشفت الفيديو. عندك طماطمايه، بصوا يعني البنادول، ها، وحطيه عليها ماشي، وان شاء الله برضو هيعمل معاكي مفعول. القص التاني بالمنظر ده، واحط على طول في الكوبايه. بصوا يبقى كميات عندك بقى، حطي في كل حته عندك. انا عندي الشقه كانت مقفوله، يعني حد مسافر والشقه بتاعته مقفوله، امليه كده وقلبي كده. شفتوا؟ بصوا الفتيتات دي اللي على جنب، بصوا هتستفادي اكبر استفاده. تمام. وتحطيها كده وتقلبي كده. تمام. وتاخدي بقى، بصوا عند البوتاجاز، عند النمليه، عند النمليه او المطبقيه، عند اي حته عندك حطي، واللي انت شاكه فيه. شوفوا عندك كميه، بصي كميه لقيمات تحطيها في اي حته. بصي اكنك بتصنعي سم فران امن لطفلك، حتى لو حد مسكه انت مسكتيه، لكن سم فران ده افرض حطيتيه الفرن طلع على طبق، على كوبايه، على حاجه، وانت نسيتي، فده ايه، مش امن. فده اكنك بتعملي سم فران من قرص بنادول يا جماعه. قرص بنادول هتجيبي شريط امن عندك. طيب بعد كده هاتي زيت نعناع، حطيه على مداخل البيت. زيت نعناع هو بيكره زيت النعناع جدا، وشويه تحطي عليه مطحون فلفل اسود، حلو جدا. ويا ريت تدعوا لي بظهر الغيب، وانا يعني ايه، حبيت اشارككم ده اولا واخيرا، عشان دي مشكله طبعا، وبيجيب امراض، وعندنا اطفال، فاحنا كلنا يا جماعه، في ناس بتعزل من لو في بيت فيه فران، في ناس بتعزل منه ماشي. فلا تذكروني، لا تذكرني الا بدعوه صادقه من قلبكم، وحطي لايك وكمان اشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.